قديش حلو انك تعرف ردة فعل الشخص اللي عم يسمع حديثك وتكتشفه بدون ما يحكي ولا كلمة. طيب كيف؟ قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وهلأ يلا نبدأ وتعالوا لكم كيف. قادرين بمواقفنا اليومية إنه نعبر عن آرائنا بلغة جسدنا مو بس بالكلام. يعني أنت ممكن تتقبل فكرة من شخص عم يحكي أو ترفضها بحركة واحدة من إيديك، وأوقات بتكون بدون ما تحس حتى. لهيك رح نركز على تحديد معاني هي الإيماءات لحتى نفهمها أكثر وما ننفهم غلط. أكيد كلنا بنلاحظ حركات إيدين الأشخاص اللي بيظهروا للعلن، مثل مقدمي البرامج، مذيعي الأخبار، الشخصيات المشهورة، يعني اللي بيتحدثوا لجمهورهم بشكل مباشر أثناء خطابات أو لقاءات تلفزيونية. بأغلب الأوقات ممكن تكون هي الإيماءات قادرة إنه تجذبك لتكفي بالحديث اللي عم ينحكى أو توقف. بحسب عدة دراسات تم إجراءها توصلت لأنه المقاطع المصورة من ندوات ومحاضرات عبر الإنترنت بتكون أكثر نجاحاً في حال احتوائها على عدد أكبر من إيماءات اليدين مقارنة بالفيديوهات الثانية اللي ما بتحتوي على هي الإيماءات. وهلأ خلونا نتعرف على معاني هي الإيماءات وليش ضروري إنه نستخدمها أثناء تواصلنا مع الآخرين. ممكن بأحد المواقف اللي بتمر فيها واللي بتتضمن حوار بيتطلب منك طرح موضوع أو إنك تسمع فكرة، ممكن تصدر منك أو من الأشخاص الموجودين إيماءات مختلفة بالإيدين، فبتلاقي ايديك عم تعبر عن مشاعر معينة عم تخطر لك. هل كنت بتعرف من قبل انه هي الحركات ممكن كتير الاشخاص اللي قدامك يكونوا فاهمين وعارفين ليش عم تصدر عنك؟ ولحتى ما تنفهم غلط من الضروري جدا انه تنتبه لردود افعال الاشخاص اثناء حوارك معهم، لا تقدر حتى لو ما اخذت جواب صريح منهم انه تفهم شو الشيء اللي عم يخطر لهم تجاه الافكار اللي عم تحكي فيها. الايماءات والمشاعر مرتبطين ببعض بشكل كبير، يعني لما تكون عم تحس بشيء معين تلقائيا جسدك بيصدر ردات فعل لهي المشاعر. فمثلا نبدا من لما تكون راحت ايديك مفتوحه انت وعم تحكي، هذا الشيء بيدل على انك عم تحكي شيء صحيح وما فيه اي تحريف او كذب. فالايد المفتوحه بتدل على الصدق والصراحه، على عكس تخبايه الايدين نحن وعم نحكي، واللي ممكن تدل على انك عم تخبي شيء او عم تكذب على الشخص اللي قدامك. لهيك بنلاقي اغلب الشخصيات المشهوره والحكام بيستخدموا راحه ايديهم المفتوحه اثناء خطابهم مع الجمهور او الشعب، وهالشيء ليثبتوا صحه الكلام اللي عم يحكوا. طيب في حال كان العكس على شو بيدل؟ يعني في حال كانت راحه ايدك للأسفل فهذا بيعني انك عم تفرض سيطرة وقوة على الاشخاص اللي قدامك. تعتبر هي الاشارة احدى اكثر الايماءات اللي كان يستخدمها هتلر، وفهمكم كفاية. ممكن الاشخاص اللي يكونوا تحت سيطرة حدا انه يتقبلوا هي الايماءة منه، لكن بشكل عام هي الايماءة ما بتعطي اي نوع من الراحة للشخص اللي قدامك. لهيك من الضروري جدا انه ما تستخدمها في حال كنت حابب انك تنشر جو من الالفة والمحبة بينك وبين الشخص اللي قدامك. وكمان بحسب دراسات تم اجراءها توصلت لانه الاشخاص اللي بيحاضروا بجمهورهم وهن مستخدمين راحة ايدهم للأعلى بيكسبوا تفاعل واحترام الجمهور بشكل أكبر من الأشخاص اللي بيستخدموا راحة ايدهم للأسفل. ومن الإيماءات اللي مو محبذ أبداً إنك تستخدمها هي إيماءة الإشارة بالإصبع. استخدامك لهي الإشارة أنت وعم تتواصل مع غيرك سواء كان شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص مو مقبول أبداً. وهالموقف يصير أكتر شيء لما يكون في شخص محاضر عم يحكي بموضوع معين أو عم يسأل سؤال، ولما يجي ليختار حدا من بين الحاضرين بيأشر بإصبعه على هذا الشخص لحتى يجاوب. هي الإيماءة جداً سيئة وبتعطي انطباع بتقليل قيمة الشخص اللي قدامك. لهيك من الضروري جداً إنه تنتبه لاستخدامه، خاصة في حال كنت حابب انك تحصل على اجابة حدا او تكسب ثقته ووده. طيب شو البديل لهي الايماءة؟ انا ما بقلكن على ايماءة سيئة بدون ما اعطيكم بديلة. الايماءة الصحيحة وليست البديلة لهي الحركة هي ايماءة راحة اليد للاعلى. ايه حتى بهي الحالة لازم نستخدمها، يعني لما بدك تختار حدا من الاشخاص اللي عم تحاضر فيهم او عم يحضروا شي بخصك يفضل ويجب ومن الضروري انك تختار هذا الشخص باستخدام راحة ايدك للاعلى. طيب شو السبب؟ ببساطة لتكسب احترامه وما تلبكه أثناء تعاملك معه. وبما أنك وصلت لهون يا محب المعلومات لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. وهلأ رح نكفي بإيماءات اليدين وعلى شو بيدلوا. جربت شي مرة تعرض فكرة على مجموعة من الأشخاص وتنتبه شو كانت ردود أفعالهم؟ عنا مجموعة إيماءات وطبعا أغلبها بيرتبط باليد والوش.
إحدى هي الإيماءات هي إيماءة اليد المغلقة الموضوعة على الدقن أو الخد مع رفع السبابة. ففي حال كنت عم تطرح فكرة على حدا ولقيته بيحط إيده على دقنه أو خده، فاعرف إنه مهتم بموضوع وعم يقيم الكلام اللي عم تحكيه إما سلباً أو إيجاباً، بس رح سرب لك معلومة قبل ما يحكي. ففي حال كان اتجاه الإبهام للأسفل فالتقييم حيكون سلبي تجاه أفكار، ولازم تجهز حالك لتسمع الرأي الآخر. أما في حال تحولت هي الحركة لأسناد الرأس باليد، فاعرف إنه الملل بلش عند الشخص اللي عم يسمع. لهيك يا استعجل بحديثك أو خلص يا أخي انهي بقى. أما إذا غير هيك فأمورك رواق. إيماءة النقر على الفقر. هاي الإيماءة بتدل على إنه الشخص اللي قدامك عم يطلق حكم أو أحكام على الشيء اللي عم تقوله، وممكن يكون عم يتخذ قرار تجاهه. لهيك من الضروري جدا في حال كنت محاضر أو دائما بتتعرض لمواقف بتتطلب محادثة مع مجموعة من الأشخاص، إنه تنتبه كتير منيح لردود أفعالهم لتقدر توصل لهدفك من الحديث، وبنفس الوقت تطوره إذا طلب الأمر. وكمان تنتبه أنت لطريقة تصرفاتك وكيف بتستخدم إيماءات اليدين لتقدر توصل الفكرة للجمهور مثل ما بدك. وهلأ خبروني بالتعليقات شي مرة تعرضتوا لإيماءة تقييم خاطئة من حدا؟ كيف كانت ردة فعلكم؟ وهلأ لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل شي جديد من فهمتك غلط. باي. ها؟ لا هيك من ضروري جدا خاصة فيك لا خلاص. وكمان يلا باي. يسعد الله. شو شعورك آنسة براء وانت حاليا شو شعورك آنسة براء وانت حاليا شو شعورك؟ يلا 1 2 3. شو شعورك آنسة براء وانت حاليا؟ لا 7 حلقة. لا استنى شوي. 4 3 2 نحكيها سوا انا وياك. 3 2 بس نوصل لعندها عشان تطلع الكاميرا. يعني انت على اليمين انا على اليسار. نوصل لعندها منيح. 3 انت على اليمين انا على اليسار. 3 2 يلا. شو شعورك آنسة براء؟ انت وصل له حق الساعة عم نسمع في كتير مبسوطة وكتير متحمسة الحلقة تاعنا اليوم حنصورها كمان شلون؟ بانكم مستعدين؟ جهزونا يا أطفال. حنصور الثامنة والتاسعة اليوم. هديك هون ولا خلصي؟ لا تشعر اصلا مية خزان. كات